قصتنا النهاردة يقال إن هي حقيقية بعنوان جنية المنيل. يقال إن القصة حصلت 97 وكتب عنها تقارير كتير، وفي شيوخ وفي بوليس شاركوا في الموضوع. شقة في شارع هادي في حي المنيل اتأجرت لعريس وعروسة بسعر رخيص جدا. الشقة كانت جميلة أوي متوضبة، بس الإيجار كان سعره غريب جدا. أول أسبوع كان هادي جدا، محصلش أي حاجة لغاية ما الزوجة بدأت تشك إن في بتسمع صوت حد بينده عليها، وجوزها بيبقى في الشغل وهي عارفة إن مفيش حد غيرها في الشقة. بس بصراحة ده بيبقى زي عامل نفسي، إن أنت تحس إن في حد بينده عليك، ما بيبقاش حاجة ليها علاقة بالماورائيات يعني. لغاية ما خالد الزوج بدأ يحس كمان إنه في حاجة غريبة بتحصل، إن هو دايما قبل ما بينام بيطفي نور الحمام، ومفيش أقل من دقيقتين بيلاقي نور الحمام قاد لوحده. برضه ممكن تكون مشكلة في الكهرباء. حصل إنه في ليلة الجمعة عيلة الزوج جم زاروهم، ولما خلصوا الزيارة مشيوا، واتفاجئوا بعد كده إنه هما بيقفلوا الباب قعد يحصل فيه صوت التكات بتاعة المفتاح أكنه بيتقفل بالمفتاح، رغم إن المفتاح كان على الترابيزة. وأول ما الباب اتقفل للآخر والكالون اتقفل بالكامل، بدأوا يسمعوا أصوات غريبة. الزوجة بتقسم إن هي سمعت صوت أطفال عمالة تضحك رغم إن ما عندهمش أطفال. الزوجة جريت على أوضتها وقعدت تصرخ وقفلت الباب عليها. الزوج قعد يخبط عليها: اهدي بس اهدي وقول لي ايه اللي حصل، مالك وعمالة تصوتي ليه؟ لأن هو مسمعش أي حاجة. فتح الباب بسرعة ولقاها واقفة قدام المراية، عمالة تقول قدام المراية: أنا كده مش هقدر، هو كده موجود، أنا كده مش هقدر. طبعا الزوج تاني يوم على طول بدأ يتأكد إنه في حاجة غلط في الشقة. جاب شيخ معروف جدا من امبابة، اللي أول ما دخل الشقة قال لهم إن في طاقة غريبة جدا في الشقة دي، وإن هو حاسس إحساس مش طبيعي. قعد يقرأ قرآن، وأول ما وصل عند آيات معينة الزوجة قعدت تصرخ بصوت عالي جدا، وقعدت تقول بصوت عامل صوت أجش أو صوت راجل. قالت: أنا من العمار، أنا هنا السيد، أنا صاحب المكان من قبلهم. الشيخ على طول فهم كل حاجة، وعرف إن هما لازم يسألوا السمسار مين اللي كان ساكن قبلهم. وفعلا عرفوا من الجيران ومن السمسار إن كان في ست ساكنة قبلهم، وكانت دايما بتعمل حاجات غريبة جدا. وعرفوا إن كان دايما بيدخلها شيوخ وناس شكلها لبسها مريب وتحركاتهم مريبة، وفي حاجة غلط بتحصل في الشقة دي. وتأكدوا إن الست دي عملت تحضير لشيء ما في الشقة دي، وإن الزوج والزوجة دول مش أول ناس يسكنوا في الشقة ويخافوا منها ويبدأوا إن هما يسيبوها أو يسمعوا أصوات غريبة. لأ، ده كان سبب إن سعر الشقة قليل، إن حصل مشكلة مع ناس كتير أوي قبله. لغاية ما حد من الجيران من السكان القديم للعمارة قال لهم بصراحة اللي حصل إن الست دي فجأة لقيناها اختفت، وبقى شقتها مقفولة وما عادش في أي حد خالص بيزورها. وفي يوم من الأيام وفي عمال شغالين في العمارة بيفتحوا أوضة البواب، لقوا إن في جثة ست ملفوفة ببطانية وعليها علامات حرق، وحوالين منها ورق لونه مصفر وعليه حروف مكتوبة بالمتشقلب، وفي كلمة جن مكتوبة بشكل كبير جدا. اللي حصل إن الزوج ومراته طبعا سابوا الشقة بعد ما الشيخ عمل جلسة تحصين قوية وقعد يطمنهم إنه خلاص كده مش هيسمعوا أي حاجة. بس طبعا سابوا الشقة وطلبوا من الجيران إن هم يحذروا أي حد يعيش في الشقة دي، لكن الموضوع مخلصش عند كده. اللي حصل إنه في طالب جامعي في كلية فنون اسمه شادي. اللي حصل إن شادي ده كانت قصته غريبة جدا جدا جدا. قعد يحصل له حاجات كتير أوي في الشقة، ومع ذلك كان بيكابر وكان بيقنع نفسه إنه مفيش أي حاجة من الحاجات دي حقيقية وإن دي أوهام. كل ده لأن هو يعني ماديا مكانش كويس أوي، والشقة كان سعرها قليل أوي. أول ليلة لشادي في الشقة محصلش أي حاجة غريبة، لكن بدأ يسمع صوت كراسي بتتحرك وبتلف حوالين من نفسها بسرعة جدا. بيطلع الصالون ما بيشوفش أي حاجة، لغاية ما أقنع نفسه إن دي أوهام أو إن دي صوت من الشقة اللي جنبه. لغاية ما بعد كده بقى بيسمع صوت الكراسي بيتحرك ويطلع يلاقيها متحركة فعلا. لغاية ما في يوم لقى الكرسي اتهبد على الأرض بصوت عالي قوي،
جري يطلع يشوف في ايه، لقى ان الكرسي وقع على الارض ومتكسر ومكتوب عليه من تحت: انا مش همشي، سيب مكاني. مش بس كده، شادي كمان بدأ يحس ان المراية الكبيرة اللي في الانتريه بتتحرك من مكانها، واول ما بتتحرك من مكانها بيسمع صوت الكراسي، وتبدأ يحصل حاجات غريبة جدا. ومع ذلك شادي فضل مكمل في البيت. وفي مرة هو بيغسل وشه، لقى انه هو طالع المراية بيحصل فيها كده زي تأخير، ان هو بيحرك ايديه او يحرك راسه، وكل ده بيحصل على المراية بشكل متأخر، لغاية ما فجأة لاحظ ان وشه بقى متشوه وعينيه كلها اسود، ولقى شفايفه بتتحرك وبتقول: سيب مكاني. لكن في الحقيقة هو ما قالش اي حاجة، ووشه ما فيهوش اي حاجة متغيرة. الحقيقة انه برضه بعد كل اللي حصل ده، على رواية البعض انه شادي برضه ما سابش الشقة. وفي ليلة كان شادي شاري مايك جديد وبيجربه، وقعد يسجل بيه، حاول ان هو يتكلم يشوف صوته. سمع في تسجيل من التسجيلات اللي هو كان عمال اللي بيجرب بيها المايك صوت خبط خفيف وصوت أنين ست، وبعد كده صوت رجالة كتير. اللي حصل ان شادي كان موصل المايك ده بالكمبيوتر. فجأة شاشة الكمبيوتر بدأت تدخن، والكمبيوتر كله اتحرق. طب شادي ساب الشقة؟ لا، شادي كل اللي بيحصله ده كان طول فصل الصيف. دخلنا على الشتاء، وفي الليلة الدنيا بتشتي جامد جدا. صحي على صوت باب الشقة بيتفتح وهو عايش لوحده. خرج ببطانية من كتر السقعة، لقى المطبخ نوره شغال، وسكينة المطبخ وقع على الأرض، والبوتاجاز دافي أكن كان حد بيعمل عليه أكل. رجع لأوضته تاني، لقى إن في واحدة نايمة على سريره، جسمها كله مبلول ومدياله ظهرها. وأول ما بدأ يصوت قال: ما أنا قلت أنا مش همشي. لقى نفسه عمال يتكلم بصوت حد تاني، بصوت واحدة ست، وعمالة تقول: أنا قلت أنا مش همشي. شادي غاب عن كليته لمدة شهر، لدرجة إن صحابه بلغوا البوليس، حتى أهله مكانوش عارفين طريقه. الشرطة اقتحمت البيت ولقت شخبطة على الحيطان. بعد كده عرفنا إن هو كان بيحاول يكتب على الحيطان باللغة السريانية، وقعد يرسم جماجم ولقوا شادي لسه عايش، ولكن جسمه بقى هزيل جدا جدا جدا، خسر أكتر من نص وزنه. شادي فين دلوقتي؟ محبوس في مصحة نفسية. لو انت كنت تعرف قصة شقة المنيل قول لنا، هل الشقة لسه موجودة؟ تعرف أي حكايات تانية حقيقية عن القصص اللي بتقال في الشقة دي؟ ياريت تعرفنا في كومنتات. شكرا.